السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بهنا وخير. في بداية الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني 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 بجد والله، مش كلام وخلاص، مش كلام واحدة فاتحة قناة، لا والله أبدا. فعلا أنا وحشني التصوير، وحشني كلامي معاكم، وحشني تعليقاتكم واللايك بتاعكم والاشتراك. ففعلا والله العظيم سامحوني، زي ما قلت لكم انا مش في سنه رابعه. انا حاسه ان انا يعني في جامعه ومسؤوله عن ابني ده. اه والله ربنا يعيننا ويقوينا عليهم يا رب العالمين. القوطه بقت برخص التراب، والله يا جماعه بقت برخص التراب. ليه يا ام يوسف؟ القوطه كانت وصلت ل40 جنيه فعلا عندنا هنا في الوراق يعني. وصلت لايام كان خلاص يعني 2 3 جنيه وتبقى ب40 جنيه بجد. فتخيلوا انتوا بقى لما اجيب انا كيلو القوطة ده ب6 جنيه واجيب 5 كيلو قوطة بكام؟ 5 في 6 ب30. لما اجيب ب30 جنيه قوطة 5 كيلو، اللي كنا ممكن نحط عليهم كام جنيه ونجيب كيلو واحد، مش 5 كيلو. طب هتعملي ايه بال5 كيلو؟ وهنا البصل يا جماعة، هو البصل اللي غالي شوية. انا من عادتي لما بفرز او في الاكل عامه بحب البصل الابيض. ما جربتش قبل كده ان انا اعمل بصل احمر، بس في ناس شكرت لي فيه وقالت لي والله بيبقى مسكر وبيبقى حلو في المحشي. تمام، فانا قلت بصراحه هجرب. فانا جبت 5 كيلو قوطه وجبت عليهم كيلو ونص بصل. البصل ده يا جماعه ب15 جنيه. انا جبت كيلو ونص ب22 ونص. تمام، 22 ونص وهنا 30، 52 ونص. تعالوا بقى، احنا دلوقتي هنفرم البصل ده في الكبة وهنسبكها وهنعملها اكياس يعني بتاعت محشي. فخليكم معايا وشوفوا بقى واحنا ايه. بصوا، مش هكدب عليكم، يعني احتمال طبعا احنا كلنا شاطرين وكلنا ما شاء الله، والله ما يعني مش انا اللي هعرفكم انتوا بتعملوا تسبيكة المحشي ازاي، كلنا بلا استثناء عارفينها. بس طبعا ايه، للي ممكن لسه متجوزين جداد او ما يعرفوش، احنا بنضرب البصل في الكبة وبنحط زيت، لان المحشي يا جماعه ما بتعملش بسمنه، المحشي بيتعمل بزيت. انا واحده من الناس يعني ما بحبش البصله تبقى حمراء، يا دوب البصله بتصفر كده وبكون ضاربه القوطه في الخلاط وبحطها على البصل على طول. تمام. بتعمليها ازاي برضو لما بتيجي تخزنيها؟ زي ما قلت لكم انا بضرب البصل في الخلاط في سوري معلش، بضرب البصل في الكبه وبحطها على النار. على ما بتصفر بكون انا ضربت كميه القوطه اللي معايا وبحطها في حله تكون كبيره. واللي يستحسن يا جماعه لما تكون حله ألمونيا، والله الحله الألمونيا بتطلع اي تسبيكه جميله. انا كده كده عندي الجرانيت بعمل فيه الاكل، بس لما بعمل حاجه زي كده لا بطلع حله ألمونيا وبعملها بتحس ان ليها ريحه كده وليها طعم، بتبقى جميله سبحان الله يا رب. فانا دلوقتي هعملهم تسبيكه محشي، بس مش هحط اي توابل خالص غير هو بس. يعني على ال5 كيلو دول انا هحط معلقه ملح واحده ومعلقه سكر واحده بس عشان تعادل الحموضه بتاعتها. تمام، غير كده لا. لما بطلع الكيس من الفريزر وبطلعه ياخد غلوتين بحط التوابل. هتقولي لي ليه؟ طب ما تحط التوابل لا والله يا جماعه لا، بتغير طعمها وبرده بتحسوا لا ان مش حلوه. غير بقى لما انتي تطلعيها تفك طبعا على نار هاديه وتاخد غلوتين كده، بتكوني حاطه بقى توابلك وتحطي الخضره وتحطي الرز، بتحسيها ان هي فريش. تحسي ان يعني طعم التوابل انتي لسه مسبكاها دلوقتي، لسه حاطه فيها التوابل دلوقتي، لسه حاطه فيها الخضره دلوقتي، لان في ناس بيحطوا فيها خضره. فلا يا جماعه انا ما بعملش كده، انا بسبكها عادي تسبيكه عاديه خالص، بس ما بحطش توابل زي ما قلت لكم كده. وتعالوا بقى، انا دلوقتي هغسلها غسله حلوه وهفرم البصل وهنحطها على النار ونرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. وهنا يا جماعه اهو بصوا فرمنا البصل كله، البصل الاحمر ده زي ما قلت لكم انا اول مره اجرب البصل الاحمر ده في الاكل، فيا رب يطلع حلو زي ما قالوا لي كده. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، الكبه دي اهم حاجه في البيت بجد والله. يعني بصوا اللهم بارك، يعني الكيلو ونص مجرد ما فرمتهم في الكبه، لا بصوا ادوني كميه كبيره ما شاء الله عليهم. عكس بقى لما انت تخرطي البصلايه على ايدك،
لا ما بتديش الكميه دي، لان هي بتفرمه. يعني بصوا المحشي يا جماعه لازم البصله ما تبقاش مفرومه ناعم جدا زي الاكل يعني، لان الاكل مش محبب ان البصله تبان فيه، عكس المحشي بيحب البصله تبقى باينه فيه كده والخضره باينه فيه وبيبقى حلو يعني. فهنا اهو زي ما انتم شايفين كده انا حطيت البصل على النار، مجرد ما هيدبل ويدي اللون الحلو كده الفاتح هكون انا ضربت القوطه في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا يا جماعه بصوا انا ضربت القوطه في الخلاط، فرمتها فرم ناعم. بصوا يا جماعه انا القوطه بتاعت ثانيه واحده بس اقفل الحنفيه لان كنت بملى حاجه يعني. بصوا يا جماعه انا هنا القوطه بتاعه المحشي انا ما بصفيهاش عكس الخضار، ماشي؟ يعني في الخضار انا لازم اصفي القوطه بصراحه، ما بحبش القشره بتاعتها دي يعني. انما في المحشي لا، في المحشي انا بضربها في الخلاط وارجع احطها في الحله على طول. سامحوني بقى انا ما جبتش وانا بحط الملح، معلقه الملح يعني ومعلقه السكر، لاني والله انا الستاند بتاعي مكسور، فان شاء الله ان شاء الله هجيب ستاند جديد يعني. لان انا بصوا انا ماسكه الموبايل بايد وبصور، يعني بصور بايد وبقلب بالايد التانية. فهنا بصوا اللهم بارك الكميه حلوه ما شاء الله. بصوا الحله فعلا كبيره جدا والله، فما شاء الله. هي لما بتغلي يعني تتسبك كويس ما بتقلش كتير. فهنرجع تاني واوريكم ازاي ب52.5. شوفوا عملنا كام كيس للمحشي. ولو وصلت لغايه هنا متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وزي ما قلت لك مساعدتك ليا بالاشتراك وان انت تفعلي الجرس عشان اي جديد يعني تتابعيني فيه، وان انت تدوسي لي لايك والله يا جماعه بصوا يعني ما بيعملش اي حاجه خالص والله، يعني ما بيضركيش في حاجه، بس بيساعدني انا، وربنا يا رب يجعلنا سبب لتوسيع رزق بعض يا رب اللهم امين. واستناكم بقى واستنى تعليقاتكم. وعلى فكره يا جماعه دي خلطه دي رمضان، تمام؟ واحنا كمان لسه هنجيب الايام اللي جايه هنجيب كرنب وهوريكم انا بفرزه ازاي عشان في رمضان نطلع الكرنب ونعمله بكل سهوله وما يتعبناش. وخليكم معايا. وهنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بصوا عماله بتغلي الصلصه بتاعتنا بتتسبك، هي بس هتتقل شويه تمام، ونرجع نطفي عليها ونسيبها تبرد خالص، نرجع نعبيها في اكياس وتبقى جاهزه ان احنا نحطها في الدير فريزر ونطلعها وقت الاكل على طول. وشفتوا بقى يا جماعه ادينا عملنا الصلصه. وبصوا عملت كام كيس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت لي 10 اكياس صلصه واللهم بارك. بصوا الكيس كبير، كيس حلو، يعمل لك 10 مرات محشي. لان طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان احنا في رمضان ما بنعملش اكل يبات لي تاني يوم، لا انا بعمل اكل يوم بيوم، يعني بعمل حله وسط كده للمحشي جنب الاكل، فاللهم بارك بتبقى حلوه وبتكفي كمان تمام. فشفتوا بقى كيلو القوطه اللي كان ب30 و40 جنيه جاب لنا 5 كيلو قوطه تمام. مع طبعا زي ما قلت لكم انا جبت كيلو ونص من البصل ب22.5، يعني ال10 اكياس دول عملوا كام؟ عملوا 52.5. يعني انت لو حسبتيها اللهم بارك الكيس كبير وفيه تسبيكه القوطه بالبصل هتلاقيها عامله ايه؟ حوالي 5 جنيه وربع، 5 جنيه وربع تمام. فاللهم بارك. طبعا زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. ودي كده اول تجهيزات لرمضان. الايام اللي جايه هنجيب بسله وهنجيب جزر وهنجيب قلقاس. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك وقولوا لي كلمه حلوه في التعليقات واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.